شنو أعراض الأنيميا المنجلية؟ المريض ممكن يجي يا اما بتكسر بالدم فراح يكون عنده بصبار واعراض فقر الدم اللي هو ضيق بالنفس، عوار بالصدر، رقعه قويه بالصدر بعد، او انه ممكن يجي بنوبات الم شديده ممكن تكون بعظام الريل، بعظام الظهر، بعظام الصدر، او التهابات قويه بالصدر او بالبول. بالنسبه حق الوقايه ان المريض يتفادى الاشياء اللي ممكن تسبب له النوبات مثل الجفاف الشديد، الالتهابات القويه، الرياضه القويه اللي بدون ما يعني يكون المريض مستعد لها، الصيام طبعا من ضمن الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى نوبات الألم أو تكسر بالدم. بالنسبة حق علاج المرض في أدوية متعددة ممكن تعالج المرض، من أهمها الفوليك أسيد وعقار يسمونه الهيدريا اللي هو ممكن يزود نسبة الدم ويقلل أيضا نوبات الألم الشديدة. طبعا في شفاء حق المرض عن طريق يا إما زراعة النخاع من شخص مطابق، في الغالب يكون الأخ أو الأخت، أيضا ممكن نسوي زراعة النخاع من الوالد أو الوالدة نسميها هابلو ايدنتيكال اللي هو نص مطابق للمريض. واخيرا في العلاج الجيني اللي تم الموافقه عليه عن طريق ال FDA او اداره الدواء والغذاء الامريكيه في نهايه 2023.